طبعا الحاج علي ابو كروان مشاكل بيواصل حكاياته وبيحكي لنا على يعني بطولاته اللي عملها في صغره. والنهارده هنسمع حكايته في البحر وهنشاهد هو عمل ايه مع الحوت. فوق ازيكم يا اولاد يا اخواتي عاملين ايه؟ حبايبي يا رب تبقوا بخير على طول. طبعا بص يا رجاله، احكي لكم حكايه وانا شاب صغير كده، بس على السريع عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اه كنت شاب، كنت عندي في حدود 22 سنه 21 سنه. المهم كنت شاب يعني، كنت بتفسح. المهم خدت صحابي، بس كل واحد من منطقه يعني مش منطقتي. اه الدكتور الباشمهندس يعني زملاتي. المهم خدناهم هم هنركب ايه؟ مركب. ركبنا مركب مطاط كده صغيره. المهم الراجل جه معانا، الراجل غوط بقى، غوط هنا في نص البحر كده يا جماعه. فجأة حاجة غريبة مش هتتوقعوها. والله العظيم يا ولاد، ركزوا معايا. انت قد اللي بتاكل سيب الاكل وركز يا ايوه، اشرب كوبايه شاي وركز بعد اذنك. المهم لقيت ايه؟ السفينه هي ماشيه في البحر، وفجأة لقيت ايه؟ السفينه اترفعت يجي 20 دور، تهيألي وصلت السما ورجعت. ونزلنا طبعا. انا عمكم ما بعرفش يعوم. طبعا ابص لقينا حوت، حوت كبير، حوت سنته يا جماعه وصل يجي 3 متر، السنه بتاعته وصل يجي 3 متر. المهم يا اولاد شفطنا وشفط السفينه، المركب الصغير شفط كله. طبعا انا كنت لابس قميص وبنطلون، وكان معايا، انا بحكي لكم كل حاجه بالتفصيل يا اولاد. كان معايا قصافه صغيره زمان، كنا بنحطها في الميداليه قصافه. المهم يا اولاد طبعا اللي يخش في بق الحوت كده يا اولاد يدوس عليه بسنته يفتكه، المركب فرتكه. المهم انا ايه يا اولاد، ده كرم من عند ربنا، دخلت او هو شفطني. المهم انا ما بلعني على طول. في حاجه اسمها المعلوم ده ولا بتاع الزول ده مش عارف اسمه ايه، المعلوم ولا اسمه العلو ده ولا اسمه. المهم ايه، الاكل بينزل على المعده على طول، يخش كده يا ولاد على المعده، على المعده. المعده بقى يا جماعه، طبعا انا دخلت راح اخش على المعده عشان اتهرس. المعده دي تقول ايه؟ مكنه حديده، لو شجره ماشي اي حاجه تفرمها. المهم انا رحت بسرعه كده، زنقت رجلي في البلعوم دوت كده يا ولاد. ركزوا النبي الله يبارك لكم معايا يا جدعان، كأنه انا كانكم انتم. هم زنقت رجلي كده ووقفت بسرعه، طلعت القصاب، فضلت في البعلوم ده لغايه ما فتح على قد يعني. طب حوت هو كبير. ورحت انا عديت كده يا ولاد، بقيت بيني وبين الجلد، هو يعني عادي البلعوم اهو، وجيت بعدت عن المعده. بس سمع المعده بقى ايه؟ حديد قاعده، قاعده ترجع بقى. المهم ايه؟ حديد بتهرس وانا ايه، بس انا طلعت ورا البلعوم الحمد لله. المهم يا ولاد ده كرم من عند ربنا يا جماعه. انتوا عارفين يا ولاد، تعرفوا الحوت بيتنفس ايه؟ طبعا عشان انتوا جهله معلش انا عذركم. احنا بنتنفس اكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون. لا هو عكس بقى، الحوت بيتنفس ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين. صدقوا ديت يا اولاد. طبعا انا عذركم يا جماعه، معلش ما انا عذركم، ما هو انتوا بتقروا ما بتستقروش كتير يا جماعه، العلم بتاعكم قليل. المهم يا اولاد كنت قاعد زي ما تقول قاعد في تكييف، الدنيا بتكتك، اكسجين، جسمه كله اكسجين. عشان هو بيطلع ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. اه لا هو بيدخل ثاني اكسيد الكربون، واللي طبعا الاكسجين ده يا جماعه. المهم يا اولاد طبعا الحوت ده ما بيصيرش. يعني ايه ما بيصير؟ يعني ما بيخشش الحمام. يعني ايه اقول لك ايه بقى، انت تصعبط، ما انا قلت لك ما بيصيرش، قلت لي يعني ايه؟ قلت لك حمام دول ايه ده؟ المهم يا جماعه ده بيرجع، ده كرم من عند ربنا، كل يومين 3 ياكل وايه ويرجع. المهم فجاه يا جماعه لقيت ايه؟ المعده بدل ما هي بتشفط بقت ايه؟ ترجع لبره. المهم رحت انا فتحت الفتحه بتاعتي كده ودخلت تاني كده، وراح ايه؟ طبعا مع حاجات كتير استغفر الله العظيم، حاجات بقى مراكب وخشب وكل حاجه.
المهم رجع على الشط، هو كان مرجع على الشط، طلع بقى اللي في بطنه، راح طردني انا. الحمد لله طردني انا. طبعا انا بقى ايه، عملت ميت بقى، لو شافني صحي ممكن ياكلني تاني. المهم ايه، هو غير مشي، الحوت مشي نزل البحر. طبعا انا شطبت ووضبت نفسي كده وقلت يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله انا نجيت انا نجيت انا نجيت الحمد لله. شفتوا يا جماعه، هتاريخ عمكم علي عشان تعرفوا، ولسه في حكايه بكره هحكيها لكم ان شاء الله، حكايه الصقر لما الصقر خدني كمان. لا ده لا لا ده انا حكايات يا جماعه. يلا سلام عليكم.